السلام عليكم الإخوان، وبعد غياب طويل رجعنا لكم عاوتاني بفيديو جديد. ولكن هاد المرة إن شاء الله ما غنعاودش نحبسو الفيديوهات. المهم مشينا حيدنا علينا شي أمور قضيناهم ساليناهم ورجعنا عليكم عاوتاني من جديد ونبداو الفيديو ديالنا. في تاريخ 16 سبتمبر السنة ديال 2008 القبطان ديال واحد الجزر في مدينة نيويورك غتبان ليه شي حاجة كطوف في الماء ولكن بعيدة عليه، واحد المسافة ديال شي 500 متر. المهم شي حاجة كطوف في الماء وبعيدة عليه، وهذا الشيء اللي شاف لقاه في البحر، نسبة إلى أنه كان ديك النهار كيصيد، ولكن ما لقاهش قريب للشاطئ ولا شي بلاصة قريبة حدا الرملة، ولكن لقاه في وسط البحر ومهم بعيد عليه بشي امتار قليل. وهذا هو المشكل اللي ما خلاهش يعرف شنو داكشي، واش تكون زعما غير نفايات لاحم شي واحد من شي باخره ولا طاحت شي واحد. المهم ما عرفش شنو داكشي، وباش يتاكد ركب واحد القارب صغير ومشى بالاتجاه ديالو حتى غادي يلقاها بنت. وهاد البنت هادي كان الراس ديالها الداخل ديال الماء، يعني الراس ديالها كان مخشي في الماء. هادشي اللي خلاه يسحبها بواحد الشكل اللي سريع، يعني مع شافها بديك الحالة جرها بالخف لاحها في القارب ديالو. ولحسن الحظ البنت رجعات كتنفس، يعني كانت باقا على قيد الحياة. واللباس ديال هاد البنت كان لباس اللي هو ريادي، وحتى بعض المناطق في الجسم ديالها كانوا حمرين. هادشي اللي غيخلينا نعرفوا انها تعرضت لبعض الحروق من الشمس. واش كانت تما لمده طويله، شنو طرا ليها باش تلاحت، واش اختطفوها، واش شنو زعما الواقعه اللي وقعت لهاد البنت. هادشي اللي غنعرفوه في الاخر ديال الفيديو. المهم كانت هادي غير البدايه ديال القصه ديال هانا اب اللي اختفت 3 ديال المرات بواحد الشكل اللي غريب بزاف، لدرجة انه داكشي اللي كان كيوقع ليها ما غتفكرش فيه وما غتوقعوش. فخليك معايا حتى الاخر باش نعرفوا القصة ديال هاد البنت كاملة. المهم بعد ما سحبها هاد الشخص من البحر ولقاها مازال كتنفس، اتصل دغيا بالاسعاف، حيت البنت كانت في واحد الحالة اللي خاصها ضروري الاسعافات الاولية، حيت هو جا في واحد اللحظة كون زاد صغير شي ساعة ولا ساعتين تقدر الروح ديالها تكون مشات عند الله. فهاد الانسان وقف معاها وجا في واحد الوقيته اللي محتاجاها. المهم بعد ما جات الاسعاف وخداو البنت وداو للمستشفى باش يشخصوا الحاله ديالها ويعرفوا شنو وقع ليها. ولحسن الحظ غيلقاو البنت كانت باقا يعني سليمه والجسم ديالها باقي مزيان من غير هذوك الحروق ديال الشمس، وما غيلقاو عندها والو، لدرجة انها فاقت وبدات كتعاود للموظفين ديال المستشفى انها قبل ما تلقى راسها في السبيطار كانت خرجات من دارها على اساس انها دير شويه ديال الرياضه، ومن بعد ما عقلاش على والو. ويلي كيفاش زعما كيفاش هي خرجات مشات دير غير رياضه، واحد شويه لقاها واحد الصياد في البحر وجابها للمستشفى، والوالدين ديالها كيقلبوا عليها. هادشي راه ما غيدخلش العقل. المهم قالت الاطباء انها ما عاقله على والو، داكشي اللي خلاها تسولهم كيفاش احتاجت لهنا، يعني حتى كيفاش احتاجت للسبيطار، كيفاش احتاجت للسبيطار وفين لقاوها. فهاد البنت بعد ما قلبوها مزيان غيلقاو عندها غير هذوك الحروق ديال الشمس اللي ذكرت لكم في الاول. فعالجوهم ليها، وملي سولوها لقاو باللي الاسم ديالها هانا اب، وتواصلوا مع الاهل ديالها وتعرفوا عليها، ولقاو باللي كانت مفقوده لمده ديال 3 ديال الاسابيع. دريه مفقوده 3 ديال الاسابيع وما عرفناش فين كانت من غير داك الصياد اللي لقاها في البحر. يعني كاينه شي حاجه اللي غريبه وما مفهوماش في القصه، ولكن هادشي اللي غادي نعرفه ملي غادي نكمل لكم هاد القصه. فكيف ما قلت لكم لقاو البنت مفقوده 3 ديال الاسابيع، ماشي غير ساعات قلال كيف ما قالت لهم هي. فملي قالوا ليها انها كانت متغيبه على العائله ديالها لمده ديال 3 ديال الاسابيع ما صدقاتش، ورجعات كتقول لهم نفس الهضره اللي قالت لهم في الاول، انها خرجات باش دير شويه ديال الرياضه حتى لقات راسها في السبيطار، وانها ما عقلاش على شي حاجه من غير هادشي. ففي البدايه الناس ملي سمعوا القصه ديالها ما عطاوش الاهميه للموضوع،
وقالوا بما انها كانت في البحر فتقدر تكون كانت غرقانه لشي مده طويله، ولا ضربتها الشمس، هادشي اللي مخلاهاش تعقل. فهادشي اللي خلاهم انهم يعذروها وما عطاوش اهميه للموضوع. فقالوا نعطيوها فرصه ديال شي ايامات باش زعما تفكر اشنو وقع ليها وتقول لنا الحقيقه ديال القصه وديال داكشي اللي وقع ليها من ورا ما خرجات للدار، وداكشي اللي وقع لها في دوك 3 الاسابيع اللي كانت متغيبه فيهم مع العائله ديالها. ولكن للاسف داز سيمانه، داز شهر، شهرين، 3 شهور، ما تفكرات والو، وبقات كتقول لهم نفس الهضره واخا دازت هاد المده كامل. فهاد الشيء اللي غيخلي المحققين يتدخلوا في القصه ديالها. وغادي نكمل لكم هاد القصه حيت باقي فيها جزء ثاني وطويل بزاف، فنتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.